كابتن حسام حسن، انت ما عملتش انجاز لحد دلوقتي. انت في مجموعه لازم كده كده نصعد كاس عالم. احنا لو ما صعدناش كاس عالم بالمجموعه اللي احنا فيها دي هنصعد امتى؟ احنا نقفل ونروح نقفل اتحاد الكوره ونبوظ بقى الكوره المصريه، نوقفها خالص لان ملهاش لازمه بقى لما انت في مجموعه زي دي ومش هتصعد كاس عالم. وما هتصعد امتى؟ النهارده منتخب مصر بيفوز على اثيوبيا 2-0 باداء ممل جدا، مباراه ما حدش يقدر يتفرج عليها 90 دقيقه كامله. قبل اي شيء اخويا الغالي اعمل لي شير وفولو لايك وتعالى لي. النهارده المنتخب قدر يفوز على اثيوبيا 2-0 في ماتش ممل جدا، ماتش ما فيهوش كوره بربع جنيه. تحس ان افكار خوسيه ريفيرو مع النادي الاهلي بيطبقها حسام حسن مع منتخب مصر. اول حاجه بيلعب كل النجوم، كل اللعيبه بيلعبها، صلاح، مرموش والتريزيجيه، كل اللعيبه باستثناء هو الوحيد اللي تحس ان هو غضبان عليه، مصطفى محمد، رغم ان اللعيب الوحيد اللي عندك مهاجم بجد، مهاجم صريح. انت اللعيبه الثانيه عندك بدل الجناح اثنين وثلاثه، عندك لعيبه نص ملعب كتير. النهارده حسام حسن مش عامل توازن في الخطه بربع جنيه. بيلعب زي ما بقول لك كده بنفس افكار خوسيه ريفيرو، بيلعب تريزيجيه وبيلاعب مرموش وبيلاعب صلاح وبيلاعب زيزو، كل اللعيبه الا مصطفى محمد. طبعا مفيش صانع لعب بقى، مفيش معلم في نص الملعب، مفيش حد يشغل الفرقه يعلي الريتم ويمسك الريتم، لا مفيش حته كده. مش عايز اقول لك، انا لو قعدت افكر في الدوري المصري مين صانع لعب يمكن يبقى هو صانع لعب منتخب مصر في الوقت الحالي، هتلاقي عبد الله السعيد مثلا وسنه كبير وهيقول لك مش هينفع والكلام ده. ناصر ماهر مستواه زي ما انت شفت بدا ينزل وبدا يبقى لاعب اناني. قفشه برضك ما تقدرش في الوقت ده تقول اعتمد على قفشه في ظل الاداء اللي كان بيقدمه مع النادي الاهلي. فانت برضك لو جيت تدور هتلاقي مين ممكن هو اللي كان ينزل. امام عاشور ومصاب لسه اصابته ما كملتش، الشفاء بتاعه ان شاء الله يرجع بالسلامه. بس هو امام عاشور بس، غير كده مش هتلاقي حد. كله حمدي فتحي شبه مهند لاشين، محمود صابر اللي ممكن يعني كان يعمل لك فرق شويه عشان كورته حلو. انا ما اعرفش هو نزل ولا لا، انا ما كملتش الماتش لحد الدقيقه 65 كده ولا 70، والله ما كملتش، ما قدرتش حاجه تخليك ترجع. النهارده اداء منتخب مصر يقلق، ما دخلناش في المعمعه. لسه الكابتن حسام حسن ما قابلش فرق ومنتخبات من الفيرست كلاس زي السنغال، زي الكاميرون، زي نيجيريا، زي كوت ديفوار، زي مين المغرب، الجزائر، تونس. المنتخبات دي لسه هتروح بقى المعمعه. مش عايزين نروح كاس العالم عشان نقول تمثيل مشرف والشغل ده خلص بقى. عايزين شفنا منتخب السعوديه بيعمل ايه وشفنا منتخب المغرب بيعمل ايه. المنتخبات دي مش احسن مننا، محترفين وعندنا محترفين على احسن مستوى في احسن انديه العالم. لعيبه محليين عندنا، لعيبه محليين المفروض ان هم على اعلى مستوى برضه. المشكله في ايه؟ افكار المدرب لحد دلوقتي هو حماس بس، عنده حماس رهيب. يوروزيتش بيدرب المنتخب بس من غير فكر ما ينفعش. يا سلام بقى لو الحماس ده مع فكر، الدنيا تختلف تماما. لازم كابتن حسام يغير من افكاره ان انا ما ينفعش العب النجوم كلها مره واحده. يا عم خلي معاك ورقتين ولا حاجه على الدكه رابحه، مش لازم ان مرموش يبدا مثلا او تريزيجيه يبدا، الاثنين ما يبداوش مع بعض. خلي واحد معاك على الدكه، لا اما تلاعب زيزو لا اما تلاعب صلاح، وخلي واحد معاك على الدكه. طبعا الصلاح اللي هيلعب يبقى خلي زيزو معاك على الدكه. مش لازم ان زيزو يبقى جوه الملعب في نص الملعب، انت عندك لعيبه نص ملعب دي شغلتها، تخليهم يلعبوا في المكان بتاعهم. يمكن الاداء يتغير. احنا مش عايزين نخش ناخد على قفانا في كاس العالم ونطلع بفضيحه من بطوله افريقيا اللي خلاص على الابواب. فان شاء الله خير، والمنتخب كده كده صاعد كاس عالم يعني بنسبه 99.9% ده من قبل ما المطوشه تبدا اصلا. في المجموعه دي انت اقوى فرقه مقلقاك بوركينا فاسو، يعني انت ولا معاك الكاميرون ولا معاك نيجيريا ولا معاك تونس ولا معاك مغرب، فانت كده كده المفروض ان شاء الله صاعد. بس فين اللي بعد الصعود بقى؟ عايزين نفكر فيما بعد. ما ينفعش كل مره افكر ان انا اصعد بس. طب عندي خطه بعد كده؟ لا مش مهم، المهم ان انا صعدت كاس عالم. سلام يا اخويا.